حد يا جماعة يقول لي ايه القمر ده؟ بجد في كل مرة بعملها بعشقها اكتر من المرة اللي قبلها. كازاندبي او المهلبية التركي. عشان نعملها محتاجين 6 كوبايات من الحليب. هضيف لهم 3 معالق كبار من السكر، 3 معالق من النشا، و3 معالق من الدقيق. كمان هحتاج صفار بيضة ومعلقة كبيرة من الزبدة. هدوب كل ده على البارد الاول وبعد كده هشغل النار. مهم بس النار ما تكونش عالية ومنبطلش تقليب خالص. اول ما هلاقيها بدأت تتقل هضيف لها باكت من الفانيليا واكمل تقليب. هلاقيها تقلت اكتر، بقت معايا بالقوام اللي حضراتكم شايفينه. في الوقت ده هطفي النار وهشيلها على جنب، وهبدأ ان انا اجيب طاسة او حاجة مناسبة وهحط فيها 3 معالق كبار من السكر البودر. يفضل سكر بودر عشان يسيح معانا بسرعة، بس ممكن نستخدم سكر عادي. على نار برضو مش عالية هبدأ ان انا اسيح السكر، يعني هسيبه لحد ما يبدأ يسيح الاول لوحده كده، وبعد كده بسباتيولا او معلقة خشب هبدأ ان انا اقلبه كده لحد ما يتكرمل كله ويوصل للون الذهبي ده. مهم ان احنا نعمل الوصفة دي في مقلاية او حاجة مش بتلزق. هوزع الكراميل كده وهنزل بالمهلبية، مش هنزل بيها كلها مرة واحدة، جزء كده وهستنى دقيقة وبعد كده هنزل بالجزء الباقي. لو عايزين نلفها مش هنخلي المهلبية سميكة، انا هعملها كلها في الطاسة دي علشان خاطر انا هقطعها قطع زي ما شفناها في بداية الفيديو. نزلت بكل كمية المهلبية مهدية النار خالص وهسيبها كده لمدة 7 دقايق تقريبا. اهزها بس كده من وقت للتاني، ولما الاقي وشها شكله اتغير بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ومش بتلزق في الايد هطفي عليها واسيبها تهدى تمام. بعد كده هبدأ ان انا اقطعها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. زي ما قلت لكم انا مش هلفها، هقطعها بقى كده بالمقاس المناسب وهبدأ ان انا اقدمها. بس كده يا جماعة الوصفة معايا جاهزة، ممكن نحطها في التلاجة لو حابين. بجد خطيرة وحقيقي ما بيتشبعش منها. بس كده خلصنا. لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو مهتمين بالمحتوى بتاعي ولسه ما عملتوش متابعة او اشتراك في القناة، يلا روحوا دلوقتي اعملوا متابعة، وما تنسوش اللايك والشير، وكمان تسيبوا لي كومنت تقولوا لي رأيكم في فيديو النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.